كم مرة فتحت التيك توك وقلت هتتفرج على فيديو أو فيديوهين وفجأة تلاقي نفسك قعدت بالساعة والساعتين وأنت مش حاسس والوقت طار منك؟ هل تفتكر الموضوع صدفة؟ طبعا لأ. تعالى هقولك ليه. الموضوع كله بيعتمد على الخوارزميات بتاعة الابليكيشن ذات نفسه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الخوارزميات دي مش بتقترح لك فيديوهات عشوائية، لأ خالص، هي بتعتمد على الأناليسز اللي هي بتعملها من تصرفاتك على الابليكيشن. يعني أنت عملت لايك لأنه فيديوهات، يعني أنت عملت شير لأنه فيديوهات عدتها تاني، أنه فيديوهات عملت لها سيف. كل الحاجات دي هم بياخدوها ويحللوها علشان يشوفوا إيه الفيديوهات اللي هي هتطلع لك. تاني حاجة الانفينيتي سكرول. التيك توك حول الموضوع إن بقى سهل جدا إن أنت مجرد ما بتعمل سكرول لفوق بيجيلك فيديو جديد، فأنت دماغك بتقعد تدور على الفيديو الجديد. وهنا دماغك بقى بتفرز حاجة اسمها الدوبامين، وده المادة اللي مسؤولة عن السعادة في المخ، فانت بتفضل تسكرول علشان انت حاسس بالسعادة وعشان تدور على الفيديو اللي انت عايز تتفرج عليه. الحاجة التالتة ان مش كل الفيديوهات اللي بتجيلك فيديوهات كويسة، لا خالص. انت بتفضل تسكرول لحد ما توصل للفيديو اللي انت هتحس ان هو الفيديو الكويس بالنسبة لك وتقعد تتفرج عليه كله. طب الحل للموضوع ده ايه بقى؟ ان انت حاول تتحكم في وقتك، يعني حاول تبقى الاستخدام بتاع الحاجات بتاعت السوشيال ميديا يكون بمواعيد معينة وتحاول جدا تلتزم بيها.